مرة كان في شاب اسمه زياد كل يوم بيصحى الصبح وعنده قائمة طويلة من الحاجات اللي عايز يعملها، زي مثلا انه يتعلم لغة جديدة، او انه يبدأ تمرين، او انه يفتح مشروع صغير. لكن اخر اليوم يلاقي نفسه ما عملش اي حاجة، ويقول معلش بكرة هبدأ، ويجي بكرة ونفس القصة تتكرر. يمكن القصة دي تشبهك أو تشبه أي حد فينا، لكن الحقيقة إننا مش بنأجل علشان إحنا كسالى وبس، في أسباب أعمق من كده، وده اللي هنتكلم عنه في موضوع حلقتنا النهاردة. يلا بينا. عمرك وقفت قدام مرايتك وسألت نفسك أنا ليه لحد دلوقتي ما عملتش اللي أنا نفسي فيه؟ ليه بفضل أأجل لحد ما السنين تعدي وأنا لسه واقف مكاني؟ أو عمرك وقفت قدام ورقة فاضية أو فكرة في دماغك نفسك تبدأ فيها وتلاقي نفسك بتقول لأ، مش دلوقتي، يمكن بكرة، أو يمكن لما أبقى جاهز أكتر. بس الحقيقة إننا ساعات مش بنأجل الحاجة نفسها، إحنا بنأجل المواجهة. التأجيل مش دايما بيكون كسل، ساعات بيكون خوف. أيوة، خوف من الفشل، خوف من اللي أنا هعمله ده ما يطلعش قد التوقعات. وأوقات بيكون بسبب إن دماغنا بتدور على الراحة. الطبيعي إن بنحب نختار السهل، حتى لو السهل ده هو إننا ما نعملش الحاجة خالص. هل اللي احنا فيه ده كسل ولا حاجة أعمق؟ احنا ساعات بنسميه كسل، بس هو مش كسل. يعني ايه احنا بنسميه كسل وهو مش كسل؟ مين فين ودي على مين ولا ايه في ايه؟ ما تقلقش انا هبسط لك الموضوع. بص، يعني عقلنا هو دايما بيحاول بيحمينا من ايه؟ بيحمينا من القلق. يعني مثلا عندك دلوقتي مشروع ونفسك انك تبدأ فيه، او مثلا انت عندك كورس عايز تبدأ تذاكره، او حتى انك عندك تبدأ رياضة وعايز تبدأ تتمرن. فيجي بقى هنا دماغك على طول تعمل لك 1000 سبب و1000 حجة عشان تأجل الموضوع ده، علشان تحميك من القلق والتوتر اللي ممكن يجيلك وانت بتحقق الحاجة اللي انت عايز تحققها. وتقول لك بص اسمع، انت لسه مش جاهز، اسمع بس يا ابني مني، اسمع انت محتاج وقت اكتر، بص مش دلوقتي. لكن الحقيقة او ان السبب الحقيقي هو انك بتكون خايف. ايوه، زي ما انت سمعت كده، خايف تفشل، او انك تواجه نفسك او تواجه المجتمع. لو انت فشلت وتلاقي انك بتقول لنفسك انا لو بدأت وفشلت بعدها هبقى قدام نفسي عامل ازاي وقدام الناس ازاي، الناس كلها تقول لي انت بص انت مش كفاية. دي نقطة. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها وهي الكمال الزائد. يعني مستني اللحظة المثالية اللي هتكون فيها جاهز 100%، واللي عمرك أصلا ما هتلاقيها. وده لأن ببساطة مفيش حد بيكون جاهز 100%. تعال هنا هقولك على سر، وهو إنك تبدأ بخطوات صغيرة حتى لو الخطوات دي مش كاملة، لأن بكل بساطة الخطوات الصغيرة هي اللي بتكسر الحلقة اللي انت محبوس فيها، واللي هي عبارة عن الخوف والكسل. وكل مرة هتبدأ فيها بخطوة صغيرة بتثبت لنفسك انك تقدر. ونيجي للسؤال الأهم اللي أنا مستنياه انكم تسألوه ليا، طب وإيه الحل بقى؟ الحل مش في انك تبطل تأجيل الحاجة 100%، لكن انك تبدأ بحاجة صغيرة جدا، بس المهم انك تتحرك. اكتب سطر واحد، مش لازم صفحة. افتح الكتاب واقرأ فقرة، مش لازم فصل كامل. الفكرة في ان الحركة الصغيرة دي بتكسر الحاجز اللي جواك وبتفتح الطريق انك تكمل. لو لسه مستني اللحظة المناسبة، صدقني اللحظة دي مش هتيجي، انت اللي هتخلقها بخطواتك الصغيرة.
وبكرة هتشكر نفسك إنك بدأت حتى لو الخطوة دي كانت بسيطة. أيوة أنت اللي لسه قاعد بتسمعني، قوم ابدأ خطواتك الصغيرة، بكرة خطواتك الصغيرة دي هتبقى نجاح كبير. وبكده تكون انتهت حلقتنا. استنوني في حلقات الجاية وقولولي انتوا حابين تسمعوا ايه المرة الجاية. باي باي.